بالنسبة للمقابلة يعني برسم الجولة الأولى أظن بأنه ما استعديناش بشكل جيد. ما كايناش وصفة سحرية، ما كاينش زعما سر وراء هاد ربح النقاط الثلاثة من مدينة أكادير أمام فريق يعني فريق بتركيبة بشرية محترمة وقاموا باستعدادات يعني في ظروف جيدة. ما كانش سر. احنا استحضرنا ما قمنا به في الموسمين الماضيين، روح المجموعة، الانضباط التكتيكي، نظن بأنه هذا هو الأسباب. اللاعبين كانوا كذلك عطينا تعليمات باش يتم يعني تدبير المخزون البدني بذكاء، أن كنا تنعرفوا بأن فترات قوة كبيرة كثيرة غادي تكون عند الفريق الخصم، وهذا ما حصل. لكن أظن أنه كانت مقابلة اللي ما نقدروش نلعبوا بحالها في المستقبل، لأنها كانت في ظروف استثنائية، وهذه الظروف الاستثنائية فرضت علينا تركيزا وإحساس بالمسؤولية أكبر. اظن هذا هو اللي كاين، والدراري منضبطين تكتيكمون، ما خرجناش، حافظنا على المكتسبات، حفظنا لعبنا بلو ميم سيستيم دو جو. صفر العناصر مختلفة، لكن الأدوار قاموا بها على أكمل وجه. اظن بالنسبة لسؤالكم الثاني بخصوص أي مدرب أي لاعب، كل من يشتغل حتى الإعلاميين غادي نتفقوا بأن النقطة زعما الحلقة الأقوى هي الجمهور، والحلقة التي تضفي رونقا وتضفي دفئا في المدرجات هي الجماهير. مسألة عادية، احنا نمني النفس باش نستقبلوا بحضور الجماهير ديالنا في القرية الرياضية. وفوالا، وحنا استبشرنا زعما خيرا عندما تم اتخاذ القرار بتحويل العشب الاصطناعي إلى عشب طبيعي، وانتم احنا على بعد أمتار قليلة تشوفوا الجودة ديال العشب، عشب طبيعي من جودة عالية، المدرجات كذلك موجودة، كاينة إنارة. أظن بأنه في القريب العاجل اللي في علمي غادي تجي لجنة من العصبة الاحترافية لا فيدراسيون جو بونس، ما عرفش الناس ذوي الاختصاص، للمصادقة على الملعب وتم زيارات المرافق ديالو. يعني أظن بأنه أشغال طفيفة هي في نهاية يعني في طور الإنجاز. أظن بأنه في القريب العاجل إن شاء الله سوف نجدد اللقاء بجماهيرنا.